نيكولاس كابرينيكوس ده كان عالم. اولا كان رجل دين في الكنيسه الكاثوليكيه، وكان عالم في الفلك والرياضيات والفيزياء. واول من اثبت ان الشمس هي مركز الكون وليست الارض. ودي كانت نقله كبيره جدا في علم الفلك وابحاثه، مع انه كان استخدم ابحاث، عمل ابحاث بادوات بسيطه جدا، انما وصل لحاجات كتير جدا وبنى عليها الناس بعد كده. طب مين اللي عداه؟ اللي عداه رجال الدين نفسهم اللي كانوا معاه في الكنيسه. طب عدوه ليه؟ ده مش دين ولا ده ولا كتاب مقدس ولا كلام، لا دي مصالح. رجال الدين آه، يهمهم السيطرة على عقول الناس ونشر الجهل والظلام عشان خاطر يحافظوا على مكانتهم في المجتمع في كل الأزمان. وهذا هو ما بلينا به الآن.